تخيل معايا كده لو قلت لك ان في حوض التي دي اس فيه 700 ممكن يكون افضل بكتير جدا من حوض سمك تاني التي دي اس فيه 250. يا ترى هتصدقني؟ من اكتر الجمل اللي بتتكرر في هوايه تربيه اسماك الزينه، التي دي اس لو زاد السمك هيموت، ولو ما غيرتش ميه الحوض بشكل دوري التي دي اس هيعلى، ولو التي دي اس عالي الحوض باظ. لكن السؤال هنا، هل الكلام ده صحيح علميا؟ ولا احنا بنخاف من رقم احنا اصلا مش فاهمين هو بيمثل ايه؟ في حلقه النهارده هنشرح وبشكل علمي ايه هو التي دي اس، وليه ممكن يبقى فيه حوض التي دي اس فيه 700 افضل بكتير جدا من حوض تاني التي دي اس فيه 250. اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. ايه هو التي دي اس اصلا؟ كلمه تي دي اس هي اختصار لجمله توتال ديسولفد سوليدز او اجمالي المواد الذائبه في الماء. وقبل ما نتكلم عن التي دي اس ونفهم هو ايه، لازم الاول نعرف الجهاز بتاع التي دي اس بيقيسه ازاي. جهاز التي دي اس ما بيحللش الميه كيميائيا، هو مجرد بيقول لي على قدره الميه او السائل ده على التوصيل الكهربي. طب ازاي؟ جهاز التي دي اس فيه قطبين، الجهاز لما بنحطه في الميه وبنشغله بيبدا يوصل ما بين القطبين دول شحنه كهربيه ضعيفه جدا، ويبدا يقيس قدره السائل او الميه على توصيل الشحنه دي ما بين القطبين. طيب ازاي اصلا الميه بتوصل كهرباء؟ الميه في حالتها النقيه جدا ما بتكونش موصل جيد للكهرباء، ولكن بسبب المواد والعناصر والمعادن اللي دايبه فيها، ساعتها المواد والعناصر والمعادن دي بتنفصل لايونات موجبه وسالبه، وبيكون للايونات دي قدره على حمل الشحنات الكهربائيه وتوصيلها ما بين قطبين الجهاز. كل ما بتزيد الايونات الدايبه في الميه دي ان كانت موجبه او سالبه، بتزيد قدره الميه على التوصيل الكهربي، وساعتها الجهاز بمعادله بيبدا يحول الكلام ده لرقم اسمه التي دي اس. يعني الجهاز ما بيقوليش ايه هي المواد اللي دايبه في الميه، هو مجرد بيقيس لي قدره الميه على التوصيل الكهربي. ونقدر نوضح ده بمثال بسيط جدا. لو جبنا كوبايتين، كل كوبايه فيها ميه، وقسنا التي دي اس بتاع الكوبايتين بنفس الجهاز، ولقينا ان القرايه ثابته في الكوبايتين، ولو نفترض مثلا 300 تي دي اس، هل معنى كده ان نفس الكوبايتين فيهم نفس الميه؟ اطلاقا. الكوبايه الاولى ممكن يكون فيها ميه صالحه للشرب ومفيده جدا، وتكون المواد اللي محققه الرقم بتاع التي دي اس ده هي مواد مفيده زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبيكربونات والكربونات وغيرها من المواد اللي ممكن تكون موجوده بنسب منخفضه ومش مضره خالص للانسان، وتكون ميه صالحه للشرب. وفي المقابل الكوبايه الثانيه ممكن يكون فيها ميه غير صالحه للشرب ومضره للانسان، لان المركبات والمواد اللي حققت نفس الرقم اللي هو 300 هي مواد مضره. الصوديوم بنسب مرتفعه مثلا، فيها زئبق، فيها رصاص، فيها نحاس، فيها نترات بنسب عاليه، هتكون ساعتها ميه غير صالحه للشرب ومضره وقد تكون سامه للانسان. رغم ان الكوبايتين ادوني نفس قرايه التي دي اس بنفس الجهاز وادوني نفس الرقم اللي هو 300، هل معنى كده ان تركيب الميه في كل كوبايه زي بعضه؟ اطلاقا. يبقى الاستنتاج هنا ان جهاز التي دي اس ورقم التي دي اس ده ما بيقوليش ايه هي المواد اللي دايبه في الميه، ولا كميه كل ماده او نسبتها في الميه، ولا ان كانت الماده دي مفيده او مضره. هو مجرد بيقول لي ان الميه دي فيها مواد دايبه قادره على حمل الشحنات الكهربيه فيها. الحوض التقليدي العادي، ايه المسببات اللي ممكن تكون بترفع فيه رقم التي دي اس؟ طبعا كل الاضافات اللي بنضيفها للحوض بشكل مستمر، من اكل وغذاء ومغذيات او تسميد إن كان مزروع، او اي مواد كيميائيه واضافات كلنا عارفينها بنضيفها للحوض، والنترات والمواد العضويه اللي بتتراكم فيه مع الوقت، كل المواد دي مع الوقت تقدر ترفع رقم التي دي اس بتاع الحوض التقليدي. وعلشان هو حوض فقير وعقيم وما بيقدرش يتعامل مع التراكمات دي مع الوقت، احنا بنعتمد فيه على تغييرات ميه دوريه علشان يقدر يكمل معانا. وهنا حابب انصح كل الهواه اللي بيسمعوني وبيتفرجوا عليا واللي بيمارسوا الهوايه بالطريقه التقليديه، وجربوا ان هم يوقفوا تغييرات الميه الدوريه، ولاحظوا ان في استقرار نوعا ما في الحوض، وان الاسماك عايشه فيه بصحه جيده جدا، وان جميع الكائنات الحيه فيه ما فيهوش اي مشاكل.
حابب احذركم ان ممكن الاستقرار ده قد يكون استقرار مؤقت، لان مع الوقت وتراكم جميع المواد اللي اتكلمنا عليها وتحديدا المركبات النيتروجينية الناتجة عن تحلل المواد العضوية وغيرها ممكن يسبب انهيار مفاجئ للحوض، وتبدأ تظهر فيه مشاكل زي ان الامراض تنتشر فيه او يحصل موت جماعي او اي مشاكل ممكن تحصل فيه من اللي احنا عارفينها. وعلشان كده بنصح جميع الهواة اللي بيمارسوا الهواية بالطريقة التقليدية ما توقفش تغييرات المياه الدورية، ولازم تفهم النظام اللي انت شغال بيه عشان تعرف تتعامل معاه. اما الاحواض الطبيعية المستقرة وخصوصا الاحواض اللي فيها نباتات كثيفة، تربة نشطة، خليط من البايوفيلم والطحالب، بتكون احواض ثرية جدا وفيها تنوع هائل من الحياة البكتيرية والميكروبية والكائنات المجهرية والدقيقة، وبتكون منظومة معقدة جدا بحيث ان يكون الحوض الطبيعي هنا ناضج بيولوجيا زي ما دايما ما بنقول، وبيكون عنده القدرة على اعادة تدوير جميع المخلفات والعناصر اللي ممكن تتراكم مع الوقت بشكل يفيد النظام، وساعتها بيكون التراكم ده اكثر استقرارا من انه يكون مضر للنظام. وعلشان كده رقم التي دي اس في الحوض الطبيعي ما بيقوليش على اي حاجة ولا بيديني اي دلالة عن اي حاجة، واللي بيهمني في الحوض الطبيعي اكتر المؤشرات الحيوية لجميع الكائنات الحية اللي عايشة فيه واستقرارها وان هي عايشة بصحة جيدة. واللي اقدر اكده لك ان في الحوض الطبيعي المركبات العضوية المؤينة اللي ممكن تكون بتساهم في نقل الشحنات الكهربية وبتعلي رقم التي دي اس بتكون اقل ما يمكن في الحوض الطبيعي على عكس الحوض التقليدي، لان النيتروجين بجميع انواع مركباته في الحوض الطبيعي بيتم استهلاكه بشكل مستمر على عكس الحوض التقليدي. وعلشان كده ممكن يكون رقم التي دي اس في الحوض التقليدي اللي بيسببه المواد العضوية المتأينة، وساعتها بتكون مواد فعلا ضارة، وعلشان كده بعتمد على تغيرات المية. ولكن في الحوض الطبيعي اغلب رقم التي دي اس مش بسبب مواد عضويه متأينه، وعلشان كده برضو لما بقيس التي دي اس في الحوض الطبيعي حتى لو عالي معايا بتكون في قياسات الامونيا والنيتريت والنترات اقل ما يمكن. وفي اغلب ان ما كانش كل الاحواض الطبيعيه لو قست فيها الامونيا هلاقيها زيرو، النيتريت هلاقيه زيرو، النترات لو جملناها هقول عليها 5. وهنا نقدر نضرب مثال، لو عندنا حوض طبيعي قسنا التي دي اس فيه لقيناه 600 وقسنا النترات فيه لقيناها 5، وعندنا حوض تقليدي قسنا التي دي اس فيه لقيناه 300 وقسنا النترات فيه لقيناها 80. لو سألتك انهي حوض افضل هتقول لي ايه؟ لو انت سألتني السؤال دوت وهرد عليك هقول لك هنا وبشكل علمي انا عندي رقمين محددين اقدر اقيس بيهم افضليه كل حوض على التاني واقول لك انهي حوض افضل، وهو رقمين النترات. عندي حوض النترات بتاعه 5 وحوض النترات بتاعته 80. هقول لك طبعا الحوض النترات اللي فيه 5 افضل بكتير من الحوض اللي النترات فيه 80. لكن عندي رقمين تانيين وهم رقمين التي دي اس ما اقدرش اخدهم معيار اقدر احدد بيه انهي حوض افضل من التاني، لاني ما اعرفش ايه المواد اللي دايبه في كل حوض ومسببه الارقام دي. لان ممكن تكون في الحوض الطبيعي مواد مفيده ومفيده جدا للنظام وجميع الكائنات الحيه، وممكن تكون في الحوض التقليدي مواد مضره ومضره للكائنات الحيه وهي اللي مسببه الرقم ده. ده ال 300 تي دي اس بتوع الحوض التقليدي اللي ضربنا بيه المثال 80 بي بي ام منهم بسبب النترات، يعني ربع الرقم نترات. طب ايه اكبر مصدر بيعلي رقم التي دي اس في الحوض الطبيعي عندي؟ طبعا هو مصدر الميه اللي هي ميه الحنفيه اللي بيكون فيها بطبيعه الحال مركبات ومعادن وعناصر ممكن ترفع لي رقم التي دي اس مع استمرار تعويض البخر. اللي يهمني هنا ان هي بتكون ميه صالحه للشرب ومفيده، لان المواد اللي بتكون فيها والمركبات اللي بتحقق لي رقم التي دي اس في الحوض الطبيعي حتى مع استمرار الوقت ومع تعويض البخر والاقي الرقم معايا بيعلى بشكل تدريجي هي مواد مفيده جدا زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبيكربونات والكربونات ومركبات تانية كتير بتكون موجوده بنسب منخفضه جدا مش مضره خالص للنظام.
الكالسيوم وهو من اكتر المواد اللي بتكون محققه لرقم التي دي اس عندي في الحوض الطبيعي نتيجه وجوده في ميه الشرب، بيكون مفيد جدا لجميع الكائنات الحيه اللي عايشه في الحوض. بيتكون عظام الاسماك، بتكون الصدف والاصداف بتاعه القواقع والحلزونات، بتكون الهيكل الخارجي للشريمب، والنباتات بتمتص جزء منه وبتستفيد منه. المغنيسيوم مفيد جدا لجميع الوظائف الحيويه لجميع الكائنات الحيه اللي عايشه في الحوض عندي، والنباتات برضو بتستهلك جزء منه وبتستفيد منه. البيكربونات والكربونات بيثبت البي اتش وبيخليه بي اتش مستقر، فما يحصلش تذبذب فيه، فما ياثرش على صحه الكائنات الحيه اللي عايشه عندي. ده الكالسيوم وهو الماده الاكثر تاثيرا على رقم التي دي اس بتاعي، ماده مهمه جدا وعنصر مهم جدا في تنظيم امتصاص الاملاح عند الاسماك. تخيل ان وجود الكالسيوم في الميه بنسب معتدله ومفيده بيمنع الاسماك وبيخليها تتجنب ان هي تمتص اي عنصر ضار ممكن يكون في الميه ولو بنسب بسيطه، زي النحاس مثلا. لو في نسبه بسيطه جدا من النحاس في الميه والكالسيوم موجود بوفره صحيه تفيد الاسماك والكائنات الحيه، بيمنع الاسماك انها تمتص الماده دي. طب ليه الهواه مرعوبه من التي دي اس وبتترعب من التي دي اس؟ عندي كذا سبب، هذكر منهم سبب واحد وهحتفظ بالباقي ليا. السبب ده وهو ان احنا خلطنا ما بين رقم التي دي اس اللي بيتقري لي على جهاز او قلم التي دي اس وبين التلوث، وقلنا ان التي دي اس لو عالي معايا في الميه يبقى الميه دي ملوثه، وده كلام غير علمي اطلاقا. امال امتى استخدم قلم التي دي اس وايه استخداماته اصلا؟ قلم التي دي اس ليه استخدامات عديده جدا واقدر استخدمه في اكتر من حاجه. عندي فلتر 5 مراحل 7 مراحل، بتابع كفاءة شغله، اخباره ايه، محتاج صيانه ولا لا، بقيس التي دي اس بتاع الميه اللي خارجه منه ثابته ومستقره مع الوقت يبقى الفلتر شغال كويس، لقيتها بتعلى وبترتفع بشكل مفاجئ يبقى الفلتر ده محتاج صيانه. وممكن طبعا برضو ليه استخدامات مع احواض السمك، ان انا مثلا لو عايز انقل سمكه من حوض لحوض اقدر استخدمه في ان انا اقيس التي دي اس بتاعت كل حوض كام، فهلاقي مثلا الحوض ده اللي فيه السمكه التي دي اس فيه 250 وعايز انقلها لحوض التي دي اس فيه 700، ساعتها يبقى انا مش هقدر انقل السمكه من الحوض ده للحوض ده بشكل مفاجئ من غير ما اهيئها واقلمها بشكل صحيح، لان ساعتها ممكن يحصل لها صدمه واجهاد اسموزي، وممكن يحصل لها ضيق في التنفس وتموت مني او تمرض ومناعتها تضعف وتتعرض لمشاكل كتير. طبعا برضو قلم التي دي اس ممكن يكون مفيد واقدر استخدمه في المزارع اللي بتشتغل على تكاثر انواع معينه من الاسماك او الشريمب اللي بتحتاج معايير محدده للميه بتاعتها علشان اقدر احقق التكاثر بتاعها وانتج منها. اقدر برضو استخدم التي دي اس مع احواض السمك، واستخدام مفيد جدا ان انا بتابع الحوض بتاعي ان ما يحصلش فيه طفره في رقم التي دي اس مفاجاه، ان انا مثلا معتاد ان التي دي اس في الحوض بتاعي 300 400 500 600 زي ما اتفقنا، ايا كان الرقم ما بيقلقنيش طالما في حاله استقرار، ولو بيزيد بشكل تدريجي بطيء جدا. لكن لو فجاه بقلم التي دي اس لقيته 1500 مثلا، هنا هيبقى ليا وقفه. ولكن برضه هقول لك ما تقلقش من الرقم نفسه، ولكن دور على ايه اللي ورا الرقم وايه المواد اللي سببت في تحقيق الرقم ده، فساعتها هفكر ايه اللي حصل في الحوض عندي علشان ينط من 600 تي دي اس ل 1500. وطالما المؤشرات الحيويه للحوض عندي ما فيهاش مشاكل هفكر بهدوء، ممكن يكون في اي ديكورات او اي مواد تكون جيريه مثلا وكانت متكلسه ومتماسكه بشكل ما وحصل لها انهيار مفاجئ وبدات تدوب في الميه فسببت في ارتفاع رقم التي دي اس، وابدا ادور على حل المشكله. الخلاصه لو جيت سالتني هل التي دي اس مهم؟ طبعا مهم. طب هل التي دي اس لوحده كافي على حكم على جوده الميه؟ لا. طب لو جيت سالتني وقلت لي لو في حوض التي دي اس فيه 600 والاسماك عايشه فيه بشكل ممتاز وصحتها جيدة جدا، هل ده مؤشر على ان الحوض ده فيه مشكلة؟ قطعا وقولا واحدا وبشكل علمي لا يوجد دليل على اي مشكلة في الحوض ده. بدل ما تسأل التي دي اس كام،
اسأل ايه اللي ورا رقم التي دي اس، وايه المواد اللي حققت الرقم ده وسببت ليه، وهل المواد دي مفيدة للكائنات اللي انا بربيها ولا مضرة. معلومة مهمة جدا هنا لحضرتك تقدر تستخدمها في تقييم اي حوض سمك بيعدي عليك. القواقع والشريمب والحلزونات من اكتر الكائنات الحية حساسية لأي ملوثات او اي معادن ثقيلة ممكن تكون مضرة لأي كائن حي. فلو الكائنات دي عايشة في الحوض ده بشكل طبيعي، صحتها كويسة جدا، بتتكاثر بشكل طبيعي، ما عندهاش اي مشاكل، ده بيكون مؤشر قوي جدا ان حتى لو رقم التي دي اس عالي في الحوض ده ما بيكونش بسبب مواد ممكن تكون مضرة لأي كائن حي عايش في الحوض. كتير من الهواة بيطاردوا رقم التي دي اس وهو أصلا مش عارف الرقم ده بيكون من إيه، وده في رأيي ممكن يكون من ضمن أسباب الارتباك في الهواية، لأن الهاوي هنا بيقضي وقته كله تقريبا في إن هو يطارد رقم ويحاول يقلله، رغم إن الأسماك اللي عايشة عنده في الحوض مش بتعاني أصلا من الرقم ده. أما لو ظهرت مشكلة حقيقية في الحوض فغالبا هتشوفها من خلال سلوك الأسماك أو استقرار النظام نفسه قبل ما يقولك عليها أي جهاز تي دي اس. اللي يهمني هنا الأسماك سليمة، صحتها كويسة، بتاكل بشكل جيد، بتنمو بشكل جيد، الأنواع اللي بتتكاثر وما عندهاش مشاكل، أهم بكتير من أي رقم بيقيسوا أي جهاز علمونا إن احنا نستخدمه في هواية تربية أسماك الزينة بشكل غير صحيح. مش هنسى اطلب من حضرتك اللايك والشير والسبسكرايب وانك تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.